يا مساء الورد أو صباح الورد على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. النهاردة أنا عازماكوا على الغدا على صينية لسان عصفور وفراخ مشوية. في كتير ما يعرفش صينية اللسان عصفور دي، بس حاجة خفيفة وهتعجبكم جدا جدا جدا. ومش لازم على فكرة تعملوا معاها فراخ خالص، لأن هي فيها اللحمة المفرومة. ممكن تعملوا معاها بطاطس محمرة، ممكن تعملوا معاها سمبوسة. هتشوفوا يعني طريقتها، واكيد هتجربوها لانها سهلة وفظيعة بجد. هنا هنبدأ نضرب الطماطم ضربا مبرحا. تقريبا في حدود نص كيلو طماطم للصينية اللي هتشوفوها دلوقتي. وانا لقيتها فاتحة شوية فحطيت لها صلصة. وهنضرب تاني ضربا مبرحا، وهوريكم دلوقتي التقل بتاعها. احنا عايزينها تبقى تقيلة كده. وبعد كده انا غسلت الخلاط ورجعت اضرب بقى البصل لتتبيلة الفراخ. وهنضربه ضربا مبرحا. وبعد كده هنضيف له الاضافات. هنحط له معلقة طماطم. وبعد كده هنحط دبس رمان. اللي ما عندوش دبس رمان ممكن يحط معلقة خل ومعلقة عسل اسود. دبس الرمان بيدي طعم حلو ومزازة في نفس الوقت، كده بيبقى حلو قوي. وهنعصر نص ليمونة. الليمونة بتخلي اللحم مستوي وجوسي، بتخليه طري قوي كده. وهنبدأ نحط البهارات، وانا هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. ملح، فلفل، زعتر، جنزبيل، بصل بودرة، توم بودرة، بابريكا، وكوبيبة صيني. هي بتبقى شبه الفلفل الاسود كده، وبطحنها وبحطها عندي بديل للبهارات رائع. هنا بقى خلاص هنجيب الفراخ. انا جبت فرخة إلها 3 وراك علشان انا والولاد بنحب اللحم الاحمر. جبتها وحطيتها في محلول النقع، اللي هو ميه وملح وخل وليمون ودقيق، وسبتها منقوعه فيه شويه. وبعد كده غسلتها كويس جدا وسبتها تتصفى. ومسكتها وقطعتها شرحتها كده. اعتبروا الفراخ حد انتم متضايقين منه، وطلعوا كل اللي جواكوا في الفراخ دي. شرحوها كده، قطعوها علشان خاطر التتبيله تدخل جواها قوي. افضلوا اعملوا لها زي مساج كده. عارفين الحمام المغربي؟ اقعدوا كده يعني اعملوها جامد كده، دخلوا التتبيله جوه اللحم. بتفرق جامد. ونصيحة بجد يا جماعة، لو هتعملوا الفراخ المشوية دي اعملوها قبلها بيوم وسيبوها في التلاجة. بجد بتفرق جدا لما بتبات في التلاجة. انا عملتها في نفس اليوم، سبتها ساعتين. شايفين الفتحات اهي اللي انا عاملاها؟ بدخل التتبيلة جواها علشان خاطر اللحم كله يشرب كل التتبيل ده. وبعد كده بقى زي ما قلت لكم هنسيبها، ويستحسن قبلها بليلة. وبعد كده هنبدأ بقى في صينية اللسان عصفور. ده الشكل النهائي كده بتاع الفراخ قبل ما تدخل الفرن. بس انا هسيبها شوية طبعا عشان تشرب التتبيلة. لسان عصفور بقى اهو. لسان عصفور مسلوق عادي جدا زي المكرونة بالظبط، نفس طريقة المكرونة، سلق المكرونة. كنت ناسية خالص الكاميرا. بصوا بتسلقوها وبعد كده بتصفوه عادي خالص. بس انا ما حبيتش اقطع لكم الحته دي، طلعت الحله صغيره على لسان عصفور. فافتكرت البنت اللي قاعده بتعيد وتزيد في فيديو مامتها كل شويه تندهلها، اللي قعدت يليوي ايه الحزن اللي احنا فيه ده؟ هو انا كل شويه اعيد؟ انا عملت زيها. وبرضو كنت ناسيه الكاميرا مقفوله. انا هنا زودت زيت ومعلقه طماطم من اللي ضربناها في الاول، والبهارات ملح وفلفل ومرقه فوريه فقط. وهنقلبها كويس. كده كده الزيت بيخليها مفلفله. لان طبعا انتوا عارفين ان المكرونات كلها بتبقى فيها نسبة نشا، فبتمسك في بعضها لما بتبرد. فالزيت بيفلفله خالص. وحطيت هنا معلقة طماطم تاني لما لقيتها فاتحة شوية. هنجيب بقى الصينية اللي احنا هنحط فيها وندهنها زيت كويس او سمن، بس انا بفضل الزيت بيبقى اخف. ونحط الجزء الاول ونفرده كويس جدا جدا علشان خاطر تبقى كلها متساوية.
زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ بقى نحط اللحمة المفرومة العصاج. طبعا كلنا بنعرف نعمله. بنجيب زيت او سمنه وبنحطه على النار، بنضرب برضو بصلاية او بنبشر بصلاية ونحطها في الزيت او السمن ده. وبعد كده قبل ما تحمر بننزل عليها باللحمة المفرومة ونحط البهارات، جنزبيل وقرفة وفلفل اسود. واول ما بتدخل في السوا بنزود الملح. هنا هنساوي كل العصاج ونبدأ بقى نضيف. انا بحب الفلفل الرومي جدا لان انا ولادي مش بنحب حاجات سبايسي. مامتي طبعا استاذة في الصينية دي، بتعملها بفلفل حامي، بس يوم ما بنروح لها طبعا بتحط لنا فلفل رومي يعني اكيد. طعمها يا جماعة بيبقى خرافة. انا بموت في الصينية دي بصراحة. خفيفة وطعمها حلو قوي ومسكر كده، الطماطم انتوا عارفين بتسكر الحاجة. هنبدأ بقى نساوي هنا برضو الجزء اللي فوق. وهنا أنا أسفة جدا، نسيت برضو الكاميرا والله مقفولة لما جيت أحط الطماطم. الطماطم برضو أنا ضفت لها ملح وفلفل ومرقة فورية. وبعد كده هنحطها بقى على لسان عصفور ونسويها على لسان عصفور في الآخر بإيدينا، لأن المعلقة ممكن هتلاقوها بتبوظ لسان عصفور. وهنا فوق الوش بقى لازم هتحطوا زيت أو سمن. انا عندي سمنه في التلاجة، سمنه بلدي. بحطها من فوق عشان لما ندخلها الفرن بندخلها على فرن سخن من فوق ومن تحت، لان هي اوريدي مستويه. بس احنا بنحط السمن من علشان خاطر تتسبك، السمن يسيح من السخونيه طبعا. وهتشوفوا يعني لونها بيغمق كده والطماطم بتستوي مع السمن، طبعا بتبقى طعمها رهيب. وهنا بقى بعد ما طلعت، عايزه اقول لكم يا جماعه ده علشان انا بحبكم وعلشان فرحانه بيكم وبوجودكم معايا في القناه، طلعت لكم الطقم الصيني والله وشنطه المعالق كمان. دي ما بتحصلش غير في المناسبات، بس علشان خاطر غلاوتكم بس. وهنا بقى بنقطع صينية اللسان عصفور. ونصيحة يا جماعة، لما تيجوا تطلعوا قطعة اللسان عصفور استنوا لما الصينية تبرد خالص او هتتفتفت منكم. وانا حاولت انقذ ما يمكن انقاذه، الولاد هنا كانوا جعانين جدا طبعا من الروايح، فانا حطيت لهم. وانا بقى حطيت لي القطعة الصغيرة دي اللي قدرت. بصوا الفراخ عاملة ازاي، وعملت جنبها سلطة خضراء. ويا رب الأكل يعجبكم إن شاء الله، ومستنياكم بكرة إن شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتقولوا لكل أصحابكم. باي باي.